السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالصدوق. الصينية سهلة جدا جدا جدا. هقولك على شوية تكات ممكن تعمليها وانت بتعملي صينية زي دي. وهقولك برضو واحنا شغالين كده هقولك برضو لطريقة تانية ممكن تعمليها برضو سهلة جدا. صينية البطاطس بالصدق دي من أسهل الأكلات اللي ممكن تعمليها، تقريبا في ربع ساعة 10 دقايق بتكوني مخلصة أكلة وجنبها شوية رز. بيبقى الموضوع سهل جدا وبسيط ومبياخدش منك أي وقت ولا أي مجهود. هنعملوها صينية كده ني في ني. آه هنسمي الله ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وندخل نشوف الفيديو بتاعنا وازاي الطريقة اللي احنا عملناها وقد ايه هي سلسة جدا وسهلة جدا وأكلة فعلا بسيطة جدا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ده احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنجيب بصلتين كده حلوين او 3 بصلات متوسطين كده نقطعهم. آه يعني يا حلقات يا ترانشات زي ما انا عاملاها كده او جوليان يعني. تمام. قولوا لي بقى، في حاجه لسه اسالكم عليها. يعني انا دلوقتي حطيت البصل قطعته جوليان وحطيت توم برضو قطعته بالسكينه. انا كبسمه، انا بالنسبه لي صينيه البطاطس لازم اقطع البصل بتاعها يا حلقات يا جوليان بالمنظر ده. آم، والثوم بحبه جدا جدا متخرط بالسكينة في صينية البطاطس، ما بحبوش مهروس. بحس ان الطعم بيفرق. فهل فعلا معاكوا بيحصل كده برضو؟ لو انتوا عملتوا حاجة زي كده الطعم بيفرق، طعم الثوم لما يكون مهروس غير لما يكون متقطع كده بالسكينة؟ فهل فعلا الطعم بيفرق معاكوا ولا انا لوحدي كده؟ حتى البصل برضو بحس ان هو لما تكوني مخرطاه قطع صغيرة بيبقى بيدي الاكل طعم عن لما يكون متقطع مثلا حلقات او جوليان وانا بقى مستنيه ارائكم تقولوا لي فعلا الاكل بيختلف من هو ما يكون البصل متقطع قطع صغيره او ضربه مثلا في الكبه، عن لما يكون متقطع حلقات او جوليان او ترانشات مثلا. آم، والثوم برضو نفس الحكايه. المهم احنا عملنا الخطوه دي عملنا فيها ايه؟ جبنا البصل وقطعناه وحطينا عليه الثوم برضو قطعناه وحطينا رشه ملح ورشه فلفل وقلبناه كويس قوي ببعض. ممكن تدعكيهم بايدك كمان، هيبقى النتيجه اجمل. إيه، ممكن تحطي رشه جوز الطيب لو حابه، هتبقى جميله جدا برضو. ممكن تحطي زعتر لو انت حابه، بس احنا استكفينا بالصدوق لان الصدوق طعمه غني بالبهارات زي ما احنا عارفين. المهم جبنا بقى البطاطس بتاعتنا قشرناها وقطعناها طرنشات بالمنظر دوت، وهنديها بقى تقليبه كده مع البصل ونرجع نحط عليها ايه؟ هنحط عليها الصدق بتاعنا. واهم حاجه ما تنسيش بقى في الليله دي كلها قرن الفلفل، سواء بقى سبايسي او عادي، لان بيظبط الطعم جدا. قرن الفلفل ده لازم لازم في صينيه البطاطس. آه في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها. ممكن لو انت عندك جزر ممكن تحطي جزرايه، هتبقى جميله جدا. طب انا مش عايزه اعملها في الفرن، هتعملي الخطوات دي على البوتاجاز بس. هنقطع البصل مش ترانشات بقى، هنقطعه قطع. تمام. شفتي الاكله كده اتغيرت معايا؟ هنقطع البصل قطع مثلا ونشوحه بشويه زيت صغيرين خالص، لان الصدوق طبعا فيه ماده دهنيه عاليه. هنشوحه تشويحه صغيره كده بشويه زيت صغيرين. وبعد ما يتشوح هننزل بالصدوق ياخد تشويحة بسيطة كده على النار مع البصل. بعد كده هننزل بالبطاطس ونحط البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل، لو انتي حابة تزودي بهارات مفيش مشكلة. بعد كده نحط عصير الطماطم عليه، ونسيبهم مع بعض بقى يغلوا غلوتين حلوين كده مع بعض. بعد كده نهدي النار وهتاخدي احلى حلة بطاطس بالصدق. وجربي الوصفة دي وجربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك. انا حطيت الصدق كده ما شوحتهوش. يعني ممكن انا في اوقات بعمل فيه لو انا مش ضامنه الصدق ده، في اوقات باخد الصدوق ده في طاسه مثلا تيفال او سيراميك، اي حاجه عندك طاسه ما تلزقش، وبديله تشويحه بحيث ان ينزل كميه الدهون اللي جواه. طب انا مش حابه اعمله في الطاسه، ممكن اعمل حاجه كمان. ممكن اجيبه احطه في حاجه وهنزل عليه ميه مغليه او اغليه غلوه واحده بس. يعني اخلي الميه تغلي غلوه على النار اطفي وطفي النار، هينزل كل الدهون اللي فيه. برضو الطريقه دي والطريقه دي معاكي لو انت حباها. زي ما قلت لك مش حابه تعملي في الفرن، هينفع برضه على البوتاجاز وبرضه هتبقى اسرع كمان من الفرن كمان.
يعني لو ماجي في الفرن هياخد ربع ساعة، على البوتاجاز هياخد 10 دقايق. آم، انا كده بقى عملتها وحطيت الصدوق وحطيت الطماطم بتاعتنا عليها. ده عصير طماطم فريش. لو انت حابه تعملي صلصه ممكن تجيبي معلقتين صلصه تدوبيهم في ميه او شوربه وتحطيهم على صينيه البطاطس. صينيه البطاطس خدت قد ايه منا وقت في الفرن؟ حوالي نص ساعه، يعني 30 دقيقه او ممكن اقل كمان. هتطلع معاكي حلوه قوي. بصي انا ما حطيتش اي دهون خالص في الصينيه. بصي هي اصلا بقت مليانه دهون من الصدوق. الصدوق اصلا بينزل آه الدهون بتاعته كتير، فمش بضطر ان انا احط اي دهون خالص في اكله زي دي. دايما بعملها منها فيها كده. اسكندريه عندنا بيقولوا على الصدق. لكن القاهره ومصر يعني عامه بيقولوا عليه السجق، او في مناطق يعني بيقولوا عليه كده وفي مناطق بيقولوا عليه كده. هو في كلتا الحالتين صح، سواء سجق او صدق، في كلتا الحالتين صح. آه، اتمنى بقى ان الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم النهارده وتكون فعلا سهله. زي ما قلت لكم كده انها طاجن سهل جدا، لذيذ جدا وسهل جدا جدا جدا. شويه رز شويه سلطه، يومك عدى وبكل سهوله وبكل بساطه. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو عجبكم. متنسوش سبسكرايب للقناه واللايك، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.